دخل الربيع، وكي يدخل الربيع واش نديرو؟ البراج. مرحبا بكم في قناتي، قناة كيكو بينا كانوا. اليوم ان شاء الله رايحين نديرو البراج. جاو يذوب ويذوب ويذوب في الفم يا البنات. نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنايا راني قسمت لكم وحده تشوفوا كيفاش جات من الداخل. مهما نوصف لكم ما نحكي لكمش على البنه والتذكار تاعها، يعني التبساس جات طريه طريه بزاف بزاف. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو وتجربوها. مقادير البراج: عندي هنايا 4 كيسان تاع سميد متوسط 800 غرام. عندي هنايا كاس وربع سميد رطب ولا اكسترافا ولا رطب بزاف، انا عندي رطب نورمال كاس وربع. وهنا عندي 250 غرام تاع السمن ذايب وبارد، و50 غرام تاع زيت اللي هي كاس ونص سمن ونص كاس زيت. عندي مغرف كبيره ماء زهر، مغرف كبيره تاع ملح. عندي هنايا ماء وحليب مخلطين اللي هي كاس وربع تاع ماء ونص كاس تاع حليب. وبالجرام 230 غرام تاع ماء و50 غرام تاع حليب. في لو بول دو تيرموميكس نحط السميد المتوسط هو الاول، نزيد عليه السميد الرطب، نزيد عليهم السمن والزيت، مغرف كبيره تاع الملح، ومغرف كبيره تاع ماء زهر، ونخليهم يتبسوا 2 دقائق مود بيتخا. وهو يتبسس نخلط هكذا شويه. هاو كيفاش يكون الخليط بعد ما تبسس. دوكا نرجعو ونبدا نزيد عليه في الماء والحليب. ندير كامل الكميه اللي عندي تاع الماء والحليب، نغلق ونخليهم يتعجنوا 2 دقائق مود بيتخا. هاي العجينه كيفاش راهي. نخليها شويه تريح ونخدم لا فارس تاع التمر. نحي هذا البول ونجيب البول الدوزيام نحطوه هنا باش نخدم لا فارس. هنايا عندي كيلو تاع غرس، يعني عندي منه النص، يسمى نستعمل 500 غرام تاع تمر مطحون الغرس، 2 مغارف كبار تاع سمن، 2 مغارف كبار تاع عسل، مغرف صغيره قرفه، ومغرف كبيره ماء الزهر. في لو بول دو تيرموميكس نحط الغرس تاعي، نزيد عليه السمن، العسل، مغرف تاع ماء زهر، مغرف تاع القرفه. نغلق ونخليهم يتخلطوا دقيقه واحده سرعه 6. دقيقه ما كملتش ولا فارس وجدت لي. كنحيها نلم لا فارس غير شويه هكذا بيدي، نخليها بجهه. لاص نخليها بجهه ونجيب العجينه تاعي نقسمها. نفرغ العجينه تاعي هنايا، نلم العجينه شويه برك. بعد ما نميتها نقسمها على 2. العجينه تاعي ولا فارس راهم واجدين، دوكا نبدا نفتح فيهم. هنايا جبت ورق مطبخ نحطوه باش نبدا نفتح في العجينه تاعي. نفتحها شويه بيدي ومن بعد نحط عليها ورق المطبخ من الفوق، وكنزيد نغطيها.
بسم الله نبدا نفتح فيها. لاباط تاعي راني فتحتها كامل، كنحلها ونساوي لها هكذا الطرف هكذا باش تجينا متحوفه. حلوها مستطيل ولا مربع باش تجوا الحبات شابين وما تضيعوش بزاف الطرف. هذه كملتها، دوكا نحطها بجهه ونفتح الثانيه كما فتحت هذه. دوكا نبدا نفتح في لاباط تاعي، نفتحها كما فتحت العجين كيف كيف. هنايا خلاص راني كملت لاباس. نحطها بجهه ونجيب العجينه تاعي الاولى. العجينه تاعي جبتها ودوك نحط عليها لاباس هكذا، نحطها مليح فوقها. نحطها فوقها هكذا. نزيد نسقمها شويه باليد من الفوق. انا ندير لها هكذا. هذه طريقه جداتي الله يرحمها، كي كنت صغيره نشوفها كيفاش تخدم في المبرجه ولا البراج ولا المثقبه. هكذا دير، تلاقي بيدها باش تساوي الاطراف. نعاود ندير لها البابي باش نزيد نرققها شويه، وثاني باش العجين يحكم مع الغرس. نحي دوك البابي، قطعوها بالموس ولا جيبوا طابع كيما هذا تاعي باش يجوا الحبات كامل كيف كيف. شوفوا هكذا حتى نكمل التقطاع كامل ونبدا نطيب فيها. هذو الطرف هكذا نبدا نحي فيهم هكذا. كنرفد وحده. ها هي في الخش، كاين اللي يحبها رقيقه كاين اللي يحبها خشينه كيما حبيتو. دوك هذيك ترجع لكم. دوكا نحطها في الطاجين ولا كرابيير، غنطيب على 2 جوايح ونتلاقاو في طبق التقديم. نبدا نطيب في البراج تاعي هنايا في لاكرابيير. الاخرى راهي في الطاجين وهذه هنايا. نخليهم يطيبوا وما نقلبهمش كامل حتى تحمر من التحت باش نقلبها مره واحده. ما نقعدش غير نقلب فيهم باسكو الشكل تاعها يخسر وراهي بزاف مبسه مدكره طريه بزاف. دوكا نبدا نقلب فيها. هنايا قلبتها كامل. نبدا نحي في البراج تاعي. وهادو هما البراج تاعي كيفاش خرجوا. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. وطريقتي في خدمة البراج يعني هي طريقة تقليدية، ما زيادة ما نقصان. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفة اخرى. باي باي.